السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم هاد الجلبه بقميص ديالها. كيجي صراحه روعه للاستفاده اللي بغات تخيط شي جلابه ولا القميص. هذا الفيديو ديالك نتينا دابا نبداو مع الفيديو. بالنسبه للطوق خدمته اول حاجه بالحصيره. بالنسبه لعدد الغرزات اللي كانوا في الحصيره خدمت 38 غرزه، 38 غرزه في الطوق. وبالنسبه للفتحه خليت فتحه ديال الجلابه بالفوق العنق، خليت تقريبا 9 سنتيم كنخلي انا دائما. بحال اللي كتشاهدوا هذه هي الفتحه كيفاش كتجي. شوفوا الدريس اللي عامله ديال اليد البراد ولا كل واحد كيقولوا له. بالنسبه للطرزه هنايا طرزت عادي بحال هاد الشكل هذا، داك المثلثات اللي يمشي ويجي. اذا بغيتو نوريكم فيديو كيفاش طرزتها بنفس الطريقه. كاين فيديو ديال في الكموم بنفس الطريقه. اذا بغيتو تخدموها في الطوق هي نيت اللي كنخدموها في اليدين. بحال قلت لكم بالنسبه لليدين بحال اللي كتشاهدوا. شوفوا كيفاش جاو فنين صراحه روعه. خفافين. بالنسبه لعدد الغرزات في الكم عندي 5 الغرزات في الكم. خدمت الحصيره، خدمت الحصيره ديال في الكم كامل ومن بعد عاوتاني درستو. عملت له الدرس حتى هو ديال درت بحال اللي قلت لكم يد البراد كما كيقولوا له. بالنسبه للهبيطه هبط لها بالشرك عاديه. هذا هو الشرك عاوتاني في الجناب ديال الجلابه. هذه هو الجلابه كتجي. شوفوا كيفاش كتجي تحت من القميص ديالها، كتجي صراحه روعه روعه. بالنسبه لكم بغيتو تخدموها بلونها تغيروا اللون كيبقى الاختيار ديالكم نتوما شنو بغيتو. بحال اللي كتشاهدوا. شوفوا الجلابه كيفاش جات صراحه. عطوني الاراء ديالكم، قولوا لي اكتبوها لي في التعاليق. اش بغيتو نبقى نحط لكم في القناه. بغيتو نبقى نحط لكم بحال هيدا فيديوهات ديال الموديلات اللي كنخدم ديال جلبات وقميصات للاستفاده فقط. بالنسبه للالوان كيفاش تدخل الالوان، كيفاش تخدم الطوق، كيفاش تنسق. بالنسبه للقب بحال اللي قلت لكم بحال اللي كتشاهدوا كيفاش جا الجلابه هي هذه. باش ما نطولش عليكم نشوفوا دابا القميص كيفاش خدمته حتى هو. القميص شوفوا جوهره كتجي فنه بالرانده صراحه. جوهره بحال اللي قلت لكم الرانده حتى هي حسيره لان بالنسبه لعدد الغرزات عندي 18 غرزات فيها. الفتح بحال اللي كتشاهدوا. طرزت العنق لانه هو اللي كيبان تحت الجلابه، وطرز كذلك اللي كمام حتى هما. والحصيره خليتها كيف ما هي. الحصيره ما بغيتش نطرزها لان مع نطرزها غادي تزيد ترقق عليها. خليتها هيدا بحال اللي كتشاهدوا حسبيه، حصيره عاديه. واذا بغات مولاتها انني نطرزها لا كتبقى الاختيار اي وحده هي بغاتها بحال هذا الشكل. الهبيطه بحال اللي هبطت في الجلابه اللي قلت لكم بالغرزه وحده. الشرك عادي عادي صراحه. كتجي قميص خفيف اللي بغات اللي عندها الذوق ديالها خفيف بالشرك بحال اللي كتشاهدوا. هذا هو الشرك ديال الكمام. بالنسبه للكمام بحال اللي قلت لكم حتى هما طرزتهم بحال الجلابه خدمتهم وفحال العنق نفس العدد الغرزات. 5 ديال الغرزات طرزتهم. عندي الفيديو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف اللي بغى يدخل الفيديو كيفاش خدمت لهاد الكمام هادو حتى هما. واذا بغيتوني نبقى نحط لكم فيديو كيفاش تخدمت داك الدرس ديال هاد اليد البراد كتبوا لي في التعاليق. شفتوا كيفاش كيجي خفيف وفين ما بقاتش الموضه بزاف ديال راندا مسرجيه. اغلبيه بحال هيدا خفيفه. وبحال اللي قلت لكم دائما كيبقى اختلاف فقط في الاذواق، كل واحد والذوق ديالو. هذا هو القميص ديال داك الجلابه اللي وريت لكم. كتجي صراحه مزيونه بزاف. بالنسبه للفتحه عملت لها 5 سنتيم فتحه ديال العنق. هنايا كنوصل لنهايه الفيديو. هنايا خلطت لكم بعض التصاور ديال الموديل ديال اللي شاركت معكم اليوم. شكرا على المتابعه ديالكم. نتلاقاو فيديوهات جداد ان شاء الله. اللي اول مره كتشاهد القناه ديالي بطي دابا كليك على زر الاشتراك وخلي لي تعليق. وما تنساوش تكليكيو على زر الجرس باش توصلكم اي جديد.